دينا هنتغدى ايه النهارده؟ بيتزا طبعا، احنا لينا غيرها؟ لا بتبقى صغيره ومش بتشبع وبندفع كتير. طب سمعت عن اوفر الغدا في اتشا كافيه؟ هو ده بقى اوفر اتشا كافيه، تدفع 250 جنيه الساعه 2 الساعه 5 بينزل لك عدد لا نهائي من البيتزا، تختار ما بين تشيكن رانش، تشيكن باربيكيو، ميكس تشيز او سوسيس، او لا مش او ويعني بينزل لك كل الانواع اللي انا قلتها دي كلها في طبق واحد. تعالى اقول لك ازاي. بينزل لك اول نوع بيتزا انت بتختاره، وبعد ما تخلص بينزل لك النوع الثاني برضه على حسب اختيارك. طب انا ما شبعتش اعمل ايه؟ بينزل لك النوع الثالث، بس على بال ما ينزل ويتحضر سلك كده معدتك شويه بالسوفت درينك، اي نوع سوفت درينك على ذوقك على بال ما ينزل لك، لان الليتنا طويله وهم بينزلوا عدد لا نهائي معرفش ازاي، وبنفس ال 250 جنيه على الاربع انواع بيتزا والسوفت درينك. وده كان النوع الثالث الميكس تشيز. انا ما شبعتش برضه، نزل لي النوع الرابع وده عباره عن تشيكن رانش، بس انا مش باكل عشان انا جعانه، انا باكل من حلاوتها. اما بقى لو انت مش اكيل فعرض الفطار ممكن تعتبره زي الغدا، بيكون اومليت ميكس تشيز ومعاه البطاطس والتوست والسلطه، او اومليت سوسيس ومعاه البطاطس والتوست والسلطه. وفي عرض ثالث بقى بنفس كل المكونات دي بس بدل البيض بيكون سبانش. المشروب بتاعك بتختاره ما بين عصير البرتقال او الكوفي على ذوقك. بالنسبه بقى للمكان كقعده فمحدش هيختلف عليه، عشان ايا كان المكان اللي انت هتقعد فيه فهيكون بفيو مفتوح على البحر. الفطار الصبح على الفيو الرائع ده هيكون تحفه. وغير القعدات التقليديه العاديه في كمان قعدات كرييتيف جدا. ودي كانت اوفرز اتشا. سلام.